على المدينة، جزيرة معروفة باسم الصخرة مشرفة على المدينة، فاستنجد أهل الجزائر بهذا الأسطول العثماني حتى يوجدهم، لأن هؤلاء عملوا حصن هناك، حصن بنيون، هذا الحصن مشرف على القصبة، وصاروا يهددون المدينة نفسها. أحدثكم عن بضعة أميال فقط لا غير. وأصل تسمية الجزائر هي 4 جزر صغيرة أمام الميناء الذي هو اسمه الجزائر الآن، فصارت اسمها الجزائر هذه العاصمة. فجاء خير الدين وعروج أخوه أخذ ومن معهم، فأخذوا قطعا ضخمة من الصخور سدوا بها كثير من الفراغات الموجودة بين الجزر 4 وبين الميناء، وطردوا الإسبان من هذا الحصن، فأنقذوا أهل الجزائر من خطر ماحق يهددهم. الإسبان مباشرة أمام هذا الميناء المهم الحيوي الخطير في تاريخه وأثره وعمله. هنا برز اسم خير الدين وعروج. خير الدين كان قويا شجاعا، أحبه أهل الجزائر، فطلبوا من السلطان العثماني أن يولي عليهم، طلبوا عدة مطالب، منها أن يولي عليهم خير الدين بربروسا. وهذا هنا يعطينا فكرة كيف كان الجزائريون يديرون بلادهم، يديرون عن طريق حر نوعا ما، هم الذين يختارون الرئيس وهم الذين يتقدمون باسمه إلى الدولة العثمانية. وافق عليه السلطان العثماني، طلبوا أن تنضم الجزائر رسميا إلى الدولة العثمانية ويصبح اسمها إيالة الجزائر. وافق بالطبع السلطان العثماني، عدة طلبات وافق السلطان العثماني عليها، وأصبحت الجزائر من أوائل القرن السادس عشر ولاية عثمانية إسلامية واضحة المعالم واضحة التراب الوطني كما يقولون، لأن هنا يتحدد الحدود بإيالتها للسلطنة العثمانية. هنا معروف أن الدولة المغربية لها حدودها وتونس لها حدودها، هنا تحددت حدود الجزائر تقريبا في تلك البدايات، بدايات القرن السادس عشر. هنا ابتدأ خير الدين وعروج يعملان عملا قويا كبيرا في البحر. في 1505 كان هناك حملة كبيرة على الجزائر الإسبانية واحتلت مناطق من الجزائر. استطاع عروج وخير الدين بفضل الله تعالى بعد 10 سنوات من الجهاد والحصار أن يطرد الإسبان من تلك المناطق. عاد الإسبان من جديد في 1518 إلى تلمسان. عروج طرد الإسبان ورجع الإسبان بمعاونة عربية للأسف، وهذه مشكلة سأعرج عليها في الحلقات من بعد. هذه علة يا إخوان، علة كبيرة وكبيرة جدا فينا، أن هنالك المستخرب الغربي. أنا ما أحب كلمة مستعمر بالمناسبة، مستعمر من العمارة، وهم لم يعمروا بلادنا أبدا. هذه قاعدة لابد أن تعرف. إنما خربوا بلادنا من حيث العقيدة الإسلامية، حيث التصورات، من حيث الأفكار، من حيث النظر العام، خربوا بلادنا العربية والإسلامية. فحرام أن نقول المستعمر والاستعمار، إنه هو المستخرب والاستخراب، وتعبير إخواننا الجزائريين المستدمر والاستدمار. هذا الوصف الحقيقي، إلا أن كان يقصد بالاستعمار أنهم عمروا مصالحهم، أنهم جروا وراء مصالحهم وعمروا بلادهم بثرواتنا المنهوبة وبمصالحنا التي جعلت تحت مصالحهم وبثرواتنا التي نهبت من بلادنا. هذا إن كان يقصد هذا لا بأس، وإن كانت الأجيال اليوم لا يراد منها أن تعرف هذا. الاستعمار يعني يفهم منه طبعا أن استعمار للبلاد العربية والإسلامية، وإن كان من مفهوم، وهم يقولون كولوني وكولونيال، ومن المفهوم أن الاستعمار لا يأتي بخير، لكن أيضا من باب المصطلحات الأفضل نقول الاستخراب والمستخرب، هذا أحسن وأفضل وأقرب. دائما هنالك للأسف الشديد من كان يساعد المستخربين الغربيين من بني جلدتنا للأسف، من العرب، من إخواننا، ممن يتكلمون بألسنتنا يساعدونهم. هذه خيانة وعمالة لا ندافع عنها أبدا إطلاقا مهما كان العذر، لا ندافع عنها أبدا، فهي خيانة وعمالة غير مقبولة إطلاقا. بعض الأشخاص كان لهم نظر أن هذه مثلا سيأتي في الحملة الفرنسية على الجزائر إن شاء الله تعالى، أن الفرنسيين صاروا أمرا واقعا، ولا بد أن يكون هناك مجموعة من الناس تتعامل معهم من أجل التخفيف على إخواننا الباقين في الجزائر، ومن أجل أن يكون هناك صلة بين الجزائريين بين هؤلاء الفرنسيين. هذه أنا أتوقف قليلا بتسميتها عمالة
إلا بعد النظر في تاريخ هؤلاء وماذا صنعوا وماذا قدموا، وهل فعلا كانوا مفيدين لإخواننا في الجزائر أو كانوا عينا للاستخراب الفرنسي على إخوانهم. هذه طبعا هذا أمر آخر تماما. أنا أتحدث عن العون المباشر والخيانة المباشرة كما حدث مثلا قضية عروج. ها هنا دخل الإسبان مرة أخرى تلمسان بعد أن حررها عروج، حاصروا تلمسان بمساعدة بعض الخونة والعملاء، استطاعوا أن يدخلوا تلمسان وأن يقتلوا عروج رحمة الله تعالى عليه في سنة 1518 للميلاد. كان هذا حدثا مؤثرا في الحقيقة ومؤثرا جدا في الجهاد، لأنه قضي عليه مبكرا وتنحى من ساحة الأحداث مبكرا. يعني الكلام الذي قلت لكم عن خير الدين ونقله 70,000 من الأندلسيين إلى سواحل الإفريقية العربية الإسلامية، هذا كلام جرى بعد وفاة عروج ب11 سنة في 1529. إسلام ينقل هذا العدد، يعني سنة 936 هجرية، يعني في الثلث الأول من القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي. لكن رحمة الله تعالى على عروج هنا استقل بالجهاد خير الدين بربروسا رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه، استقل بالجهاد وكانت له معارك رائعة بعد أن ثبت أقدامه في الجزائر. كان له أسطول ضخم وخبرة طويلة في البحر، خبرة 3 قرون في البحر. هذه الخبرة من أيام خير الدين إلى الاستخراب الفرنسي 3 قرون تقريبا. أسس هذه الخبرة وبدأها بداية قوية جدا خير الدين وأخوه عروج من قبل رحمهم الله تعالى. المهم كان هناك معركة رائعة جدا أحب أتحدث عنها، معركة عندما جاء الإسبان. كان هناك طلب من قبل خير الدين للسلطان العثماني أن يستولي خير الدين على تونس. السلاطين الحفصيون ضعاف في تونس، فأراد خير الدين أن يستولي على تونس وأن يضم إلى الدولة العثمانية حتى تتقوى وتكون حصنا ضد الهجمات الإسبانية المتكررة والفرنسية. وافق السلطان العثماني وفعلا جاء خير الدين وحاصر تونس وأخذها من الحفصيين وأقام فيها سلطنة عثمانية. الحسن محمد الحفصي زل خيانة كبيرة جدا وعمالة، ذهب إلى شارلكان الملك وحرضه إلى حتى يأتي إلى تونس مرة أخرى ويحاصرها، وفعلا جاء وأخذ تونس مرة أخرى من الدولة العثمانية. وكان ثمن هذه العمالة أن أعيدت سلطنة الحسن بن محمد بشروط مهينة، ببقاء 2000 من الأسبان، لأن شارلكان كان أسبانيا، ببقاء 2000 من الأسبان في تونس وإعطائهم بعض المدن الساحلية. كانت شروطا مهينة وذليلة. الذي حدث أن خير الدين استغل أن هذا الأسطول محاصر لتونس وأخذها، ذهب إلى جزر البليار التي كانت مليئة بالبهارات والعبيد والثروات الكبيرة جدا، أسر 6000 من تلك الجزر واستولى على ثروات كبيرة. كانت النواقيس تضرب في روما فرحا بالنصر على تونس، وجاءهم الخبر في وسط الاحتفال، فكان هذا الخبر مكدرا عليهم أعظم التكدير. وهذا العدد الضخم من العبيد والثروات الضخمة التي استولى عليها خير الدين ونقلها إلى الجزائر كانت أكبر منغص لهم في هذا الذي حدث. أيضا هنالك معركة اسمها بروزا في البحر الأبيض المتوسط، معركة رائعة. كان هناك تحالف صليبي تنبه إلى خطر خير الدين. تصوروا أن 600 سفينة جاءت ضده، 600 سفينة وبارجة بحرية انقلبت لتنهي قضية خير الدين بربروسا من البحر مطلقا وتخرجهم من الجزائر. 600 سفينة